مين فينا ما كانش محتار في موقف الفنان محمد سلام أو كوميديته؟ ناس شافته البطل اللي ضحى بفلوس وشهرة عشان مبدأه، وناس شافته غير مهني ووقف شغل زمايله. لكن السؤال الأهم، هل محمد سلام فنان أصلا يستاهل كل الجدل ده؟ أنا أرساني، ودي قعدة فنية. كلامنا النهاردة عن فنان تحس إنه صاحبك اللي قاعد جنبك على القهوة، فنان بيضحكك من غير ما يحسسك إنه بيعمل مجهود وأفورة. ده الفنان محمد سلام. الفنان خالد جلال وهو الأب الروحي قال في ضمن لقاءاته: سلام ده مش طالع من تحت السلم، ده طالع من مصنع النجوم. ورشة خالد جلال في مركز الإبداع، المسرحية اللي أسست جيل كامل، قهوة سادة. ودي بقى اللي بينت إنه ممثل كاركتر يقدر يلبس أي دور. وهنا بنيجي نتكلم عن الكوميديا النظيفة. من أول يوم سلام رسخ لمفهوم مش لازم تهزر بقلة أدب عشان الناس تضحك. كوميديته زي الشاي الأخضر، مريحة ونظيفة. وده أول درس لازم نطلعه من قعدتنا: الاحترام سر الاستمرارية. نيجي بقى للمرحلة الذهبية، مرحلة الثنائيات. سلام ده يا جماعة مش محتاج بطولة مطلقة، هو بطل في كل عمل بيدخله، وده اللي بيقولوا عليه مش لازم تكون النجم الأول عشان تلاقي قبول عليه، يكفي إنك تكون سايب علامة بارزة في أدوارك. سواء مشواره الفني مع أحمد مكي في الكبير قوي، مين فينا ما يعرفش هدرس؟ مين هدرس ده اللي كان بيتكلم مع سيدوني. سلام قدر يعمل شخصية التابع الساذج الفاشل اللي بيحاول يقلد ميكي بس بنجاح ساحق. هنا سر كوميديا سلام، الرياكشن، رد فعله على جنون ميكي هو اللي بيضحك، نظرة البراءة والدهشة والغلب اللي في عينه. مثلا مع محمد إمام برضه أعمال زي عمهم وجحيم في الهند. سلام هنا كان المساعد الذكي اللي بيقع في مشاكل، وكان دايما بيومي فؤاد معاه في الافلام دي. والمخرج معتز التوني كان فاهم ان الكوميديا دي قائمة على الكيمياء بين التلاتة دول. بجانب ميكي والتوني، سلام اشتغل كتير مع مخرجين عارفين قيمة الممثل كويس حتى لو دوره مش هو البطل الأول. وأعمال زي طير انت، ولا تراجع ولا استسلام، حامل اللقب، ربع رومي، اسم سلام في أي عمل هو ضمانة للضحك المحترم. هنا بقى لازم نشيل الكراسي ونقف احتراما للموقف اللي حصل في أواخر 2023، اعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض. ده مش مجرد اعتذار. لما فنان يقول أنا مقدرش أضحك الناس وأهلي وإخواتي بيتقتلوا، ده معناها إن في ضمير أغلى من أي شيء. سلام ما خسرش حاجة، بالعكس كسب احترام كل بيت عربي، عمل كوميديا بضمير وانسحب بضمير. الموقف ده اثبت ان محمد سلام مش بس فنان، ده قدوة. ايه هي حدود الالتزام الاخلاقي؟ يعني مش لازم تكون نجم صف اول عشان تبقى قدوة، يكفي انك تسيب علامة مشرفة. نتيجة الموقف ده سلام غاب فترة عن الانظار، لكن اللي يحترمه الجمهور ما ينفعش يقع. رجع بكارثة طبيعية، ودي بقى مش هزار يا جدعان، دي البطولة المطلقة. المسلسل ده بيمثل ايه؟ ان محمد سلام يخرج لأول مرة من عباءة الصديق الكوميدي للبطل الدرامي التشويقي اللي عليه حمل المسلسل ده كله. دي مكافأة الشعب ليه، وده اللي متوقعينه منه الفترة اللي جاية. احنا متوقعين منه الفترة اللي جاية انه يكمل في التنوع ده، انه يورينا الوجه التراجيدي اللي شفناه في كارثة طبيعية، وكمان بطريقة كوميدية، لان مكانه في قلوبنا هيفضل محفوظ. الاهم اننا نقول له: يا سلام، انت نجحت بنجاح غير اللي متعودين عليه، نجحت لانك اصيل. في الاخر زي ما اتفقنا ان محمد سلام اثبت ان مش لازم تكون النجم الاول عشان تلاقي قبول عليك، لكن يكفي انك تكون سايب علامة بارزة بأطوارك، وانه كمان قدوة في انه يعمل عمل كوميدي بدون اسفاف ولا ايحاءات، ومميزة جدا. بس انا عاوز اسمع رأيكم. يا ترى بعد كل اللي قلناه ده بقى عن مشواره الفني وصدقه في ادائه، شايفين موقف محمد سلام موقف نبيل وانساني، ولا غير مهني بالمرة؟ وهل كوميديته وفنه يستحقوا المشوار ده، ولا هي مجرد زوبعة في فنجان؟ ما تنسوش تشاركونا رأيكم في الكومنتات، وتعملوا اشتراك في القناة عشان ده بيساعدنا. وقولوا لنا نفسكم نتكلم عن مين في القعدة اللي جاية. أنا أرساني، ودي قعدة فنية.